والمخرج خلانا نشارك معاهم نفس اللحظه بانه حط البترول يعني مدلوق على الكاميرا كده، فبقى البي او في اللي هو الكاميرا اللي هو من ناحيه الناس اللي بتتفرج بحركه برختيه من نوعها. ده يعني كسر للجدار. الفيلم بيفتح على شاشة سودة وبيظهر لقطة واسعة لجبال وسما وصحراء، بتحسسك كأنك في اكتشاف سر خطير مع صوت جرس الإنذار، وكأن في حاجة طبيعية مش بتحصل. اللي بيدعمه صوت الآلات الوترية اللي فيها نغمة حادة وطويلة مع اللقطة الواسعة. يبقى احنا كده عندنا ديبس اوف فيلد وفي إحساس بالمسافة الكبيرة. وبعد اللقطة دي بنخش على شخص مش شايفين ملامحه، وحتى الآن ما نعرفش هو مين. وده لأن الإضاءة في الحفرة مبينة ده، لأن بول توماس أندرسون تعمد إن البطل يبقى شخصية مجهولة وغامضة في الأول، وده بالإضاءة اللي مش موجودة على وشه ولكنها موجودة على السلاح اللي بيحفر بيه وعلى طاقية الكاوبوي اللي هو لابسها. ودي أول حاجة خدت التركيز في الفيلم، الصخر والحديد مع اسم الفيلم، وكأننا في فيلم عصابات ويسترن. وده حسيته جدا واتأكدت فعلا ان الجونرا بتاعت الفيلم ويسترن. سبحان الله يعني صحراء وجروف وكاوبوي، واكيد فيلم هندي يعني. انا نفسي يا سيد تاخدني على حصان زيه. هيحصل يا بنت، هاخدك انا مره بقى نزله السمان واركبك خيل واوريك ركوب الخيل اللي على اصله. بس بسبب ان هو مش فيلم تقليدي في نوعه، فهو نسخه ناضجه من الافلام الويسترن الحديثه اللي مش بس بتعبر عن الشهوه الطمع وكحاجات موجودة فينا والأكل طبعا، لكنها بتحاول تفكك كل ده. بتخلينا نسأل إيه مصدر أصلا الحاجات دي، وإيه هي حقيقة الناس دي. تحس الشخصية هنا مزج ما بين حرامي آثار وما بين جندي في أواخر القرن ال19. ونروح بعيد ليه؟ وأحداث الفيلم سنة 1898، ودي أول لحظة بدأنا نعرف فيها معلومة مرتبطة بالزمن في الفيلم. إحنا عارفين معلومات بسيطة عن المكان وعن الشخصيات، وده مقصود إنه يكون كده، لكن بشكل مباشر وواضح بنشوف اللقطة دي. طب ليه يعني لقطة مباشرة زي دي بتوضح تاريخ الأحداث اللي بتحصل في المشهد ده في الفيلم مهمة أو كده؟ ما كانت تتقال من غير تفاصيل يعني منشنها بس، لكن عشان كما تعلمنا في السينما الفيلم ليس مشهد منفصل إنما وحدة كاملة بتكمل بعضها. السينما مش زي الحياة عشوائية، فيها تنظيم وترتيب وتحضير، وفيها حكاية مترابطة حتى لو بانت عكس كده على فكرة، وده بسبب حدود الزمن. وهنا احنا في الدقيقة 2، احنا معانا 2.5 ساعة يا باشا. ايه، انا مش عايز اللقاء يقع والناس تنام مني، انا عايز الناس تصدقني عشان نشوف بعد اللقطة دي على طول اكتشاف لبقع سودة موجودة على الصخر، وبنشوفه بيفجر ديناميت في قلب الجبل، وكمان وهو بيرفع بريمة حديد وبيشيلها بالحبل وفجأة بتنفجر، ينزل تحت ياخد كاش على الكاميرا، يقع علينا وبيتعرض للموت. وده تصاعد للأحداث بينقل لنا الحالة الصعبة اللي موجودة في الشغل ده. انت بتتعامل مع أدوات بدائية يعني من أوائل القرن ال20 ومن أواخر القرن ال19، كانت لسه العربيات مخترعينها من حوالي سنتين، وساعتها اكتشافات البترول بدأت تزيد. وبعد كل الاكشن اللي بيحصل للبطل ده بيرجع يكرر بول توماس اندرسون اول لقطة في الفيلم من تاني مع نفس صدى الصوت اللي في الاول، وبعدين بنشوف صخور سودة بتتكسر عشان تتسخن، وبيشوفوا المسامات اللي فيها اللي جواها البترول. الكاميرا بتتحرك بان داون على الشخص اللي لسه كان هيموت تحت الارض من شويه، ولكنه دلوقتي عكس عماله، هم واقفين وهو قاعد مريح وكانه يعني نايم على البحر والشمس جايه عليه، ورافع رجل ومنزل رجل تانية على الارض والبندقيه جنبه، حاله نشوه كبيره، استراحه محارب. ودي فتره تحول اصلا ان البترول يبقى اهم سلاح اقتصادي في العالم، وبيجي بول توماس اندرسون وبيهد كل اللي انا قلته. واحنا بنشوف اسم البطل في الفيلم دانيال بلين فيو في صورة امضة على عقد عن الذهب والفضة في نيو مكسيكو، وانا عمال هاتف البترول من الصبح يا عم دانيال. ولكن ده شيء بيقول ان دي مش قصة بترول فقط، دي قصة بترول وذهب وفضة وغاز طبيعي واي اي، دي من عندي يعني. لكن بول توماس اندرسون هنا عايزنا نركز مع المادة بشكل عام، زي ما بدأ في اول لقطات انه يركز على الصخر والحديد زي ما اتكلمنا، قبل ما يعرفنا حتى شكل ملامح دانيال، المادة والسورس بتاعها. وكمان من الناحية الجمالية البصرية انه يوصل لنا اسم البطل الرئيسي في الصورة اللي شفناها دي منمقة ورسمية، ده مستحيل يبقى صدفة، كأنه بيمضي على اتفاقية في شركة وكسب الديل فعلا. وصحيح اسم دانيال اصلا هو عبري، القصد بتاعه يعني او المدلول بتاعه ان هو ربنا هو الحكم.
وبلين فيو يعني في اعتقادي لما قعدت اسرش شويه كده ان هو بلين يعني حاجه واضحه او حاجه بسيطه، وفيو اللي هو فيو اللي هو الرؤيه الواضحه يعني او الرؤيه البسيطه يعني. الرؤية هباء كله هيت مفيش حساب انا تلفان عرفوا مني لو نزلت الحلبة معاهم هاخد الحذاء. I want no one else to succeed. طيب يعني كل ده لحد هنا عادي. اكتر شيء ملفت كان المونتاج. بول توماس اندرسون اختار ان هو يعمل ديزولف ما بين اللقطه بتاعت العقد واسم دانيال موجود فيها بوضوح اللي هي تخص الذهب والفضه في نيو مكسيكو، على مشهد جديد بيبدا بلقطه اللوكيشن بتاعه هو والعمال بمزج طويل وبطيء وكانهم جزء واحد، لقطه واحده من طبقتين، واسم دانيال بلين فيو واخد جزء كبير من الكادر. يعني بالظبط زي ما قلت كده الارض دي بتاعت دانيال. وبعد المزج ده الكاميرا بتقرب ببطء برضه من العمال عشان توصل لواحد فيهم ماسك الحبل، وبعدين الكاميرا بتنزل مع الحبل تحت الارض وبتستعرض الحبل ببطء. بيوصل لنا هنا الشعور بالمسافة الكبيرة بين الناس اللي شغالة الشغلانة دي وبين اللي هم عايزين يوصلوا له من خلالها، مع انه في نفس الوقت تحتهم حرفيا، لحد ما بتغرس السنارة والزهر بيلعب. ونحن الآن في لحظة استكمال الانتصارات. وكمان بنشوف HW في اول ظهور ليه، وفي عامل من العمال بياخد حتة بترول كده ويعصها على دماغه وبس. ولكن ماذا لو شفنا المشهد ده بتحليل شوية واحنا عارفين النهاية بتاعت الفيلم وبنشوف الفيلم من تاني، او شعورنا حتى لو كان اول مرة على رياكشنات هذا الرضيع كده كده، غير ان هو مش طايق نفسه وليه كل النوش ده، ولكنه حزين وش بائس، ما اتولدش يشوف جناين وورود واطفال يلعب معاهم. ده حتى بينك فلويد يعني قالوا لك ذا جراس واز جرينر، ده ما شافش غير صبار يا عيني، وكمان ابوه هو المسؤول عن ده. فمستحيل لحظة زي دي ما تكونش محفورة في ذاكرته طول عمره، وابوه هو كبرها زي ما بيقولوا عشان نشوف كبرها وهي بتقع عليه خشبة من السقف، ويكون أول شخصية في الفيلم تسيل منها الدماء. شكرا لكم يا اخواتي على المشاهدة، ويا رب استنى اجيلكم الناحية التانية بس. ومتنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير لو حسيت ان في حاجة انبسطت بيها بالحلقة او كانت مفيدة باي شكل من الاشكال. وقولوا لي رأيكم في مشاهد مهمة تانية من الفيلم، عشان كل اللي حللناه ده من غير اي حوار خالص، يعني لسه اول ربع ساعة من الفيلم. هو برضو اول ربع ساعة من الفيلم من غير حوار، وده شيء مش طبيعي قوي في الافلام دي، او هو طبيعي شوية بس. يعني اعتقد افلام الويسترن اللي انا شفتها كنت بشوف 5 دقايق في اول الفيلم مفيش حوار، 10 دقايق، ولكن Well, you won't see any dialogue for the first 20 minutes. I can see some studio executives saying, what? كتير قوي فعلا. وان شاء الله في الفيديو الجاي او اللي بعده هنتكلم عن الصراع الموجود في الدين بتاع الفيلم، وهنتكلم اكتر عن شخصية HW لما كبر بقى شوية، وهنتكلم برضو عن الرواية وعلاقتها بالفيلم. فشكرا على المشاهدة. لو انت وصلت لحد هنا اكيد طبعا، ومتنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير.